الصديقة الأقرب لجيفري إبستين، وهي آخر شخص تحدث معه قبل انتحاره داخل سجنه عام 2019. الوثائق التي كشفت مؤخرا تؤكد أنها كانت الوريثة الأكبر في وصيته، وأنه خصص لها الجزء الأضخم من ثروته وممتلكاته. وطبعا بسبب هذا الدور الحساس وبسبب كونها آخر صوت سمعه إبستين قبل وفاته، استدعتها وحدة التحقيقات الفيدرالية الخاصة بملف إبستين، ووافقت للمرة الأولى على الإدلاء بإفادتها الكاملة حول الأيام الأخيرة والثروة والعلاقة التي ربطتها به. لنستمع ما قالته. لا أريد محامي، أنا مستعدة للحديث. سأتحدث كما هي الحقيقة تماما من أول يوم التقيت فيه جيفري إبستين في نيويورك إلى آخر كلمة قالها لي من داخل زنزانته قبل موته. وحتى يفهم الجميع الصورة كاملة، القصة لا تبدأ في السجن، القصة بدأت قبل ذلك ب10 سنوات. أنا كارينا شولياك من مواليد مينسك في بيلاروسيا. نشأت في عائلة عادية جدا، وكنت أحلم بأن أدرس طب الأسنان خارج بلادي. لم يكن لدينا المال ولا العلاقات ولا أي فرصة واقعية، لكن في عام 2010 وصلت إلى نيويورك وأنا لم أتم 20 بعد. وأقولها الآن بوضوح، وجودي في أمريكا لم يكن مصادفة، كان بسببه. دخلت حياته قبل أن أبلغ 21، وأنا أعرف أنه لم يكن يسمح لأي شخص بالدخول إلى دائرته الخاصة إلا إذا كان يحتاج إليه أو يرى فيه شيئا محددا. التقيت به أول مرة في شقة صديق مشترك في منهاتن، وفي تلك الليلة قال لي جملة لم أنساها: أنت في المكان الصحيح ومع الشخص الذي يستطيع أن يغير حياتك. وهو فعل ذلك، ساعدني في الدخول إلى جامعة كولومبيا لدراسة طب الأسنان ودفع كل شيء: الأقساط، السكن، المصاريف اليومية، حتى معامل التدريب. ثم ساعدني في الحصول على إقامة قانونية وبعدها الجنسية الأمريكية. لكن هذه ليست القصة المهمة. المهم هو لماذا فعل كل ذلك. بصراحة من الصعب علي أن أذكر ماذا كان يطلب مني وما كنا نفعل، لكنني سأتحدث بكل شيء. هذه التفاصيل ليست لشرح علاقتي به، بل لفهم أنه لم يفعل أي خطوة بلا سبب، ولم يكن يقرب أحدا ما، لم يكن يخدم ترتيبا في حياته الخاصة. ابتداء من عام 2011 أصبح حضوره في يومي جزءا ثابتا تقريبا. كان يتصل بي بانتظام ويطلب أن أرافقه في رحلات محددة، وأحيانا يغير مواعيده لأجل أن أكون موجودة. ولم تكن تلك العلاقة عاطفية فقط، كانت عملية أيضا. كان يريد شخصا يثق به في أمور